90 عاما ظلت القدس تحت الاحتلال الصليبي، تصلب على أسوارها الكرامة، وتداس في شوارعها قلوب المسلمين. في المشرق انقسامات، وفي المغرب انشغالات، وفي قلب الأمة سكوت أطول من الجرح. حتى قام رجل لم يدخل التاريخ لأنه قاتل، بل لأنه وحد. اسمه صلاح الدين الأيوبي. لم يرفع السيف أولا، بل رفع راية تقول: وحدة الأمة قبل سيوفها. فلبت مصر، واستجابت الشام، ونهضت اليمن، وجاء المتطوعون من المغرب يركبون البحر نحو أرض لم يروها، ولكنها تسكن في صلاتهم كل يوم. لم توحدهم لغة، ولكن القدس جمعتهم. في 4 من يوليو عام 1187 اجتمعت الجيوش في سهل يدعى حطين. كان اليوم حارا والرمال ملتهبة، ولكن القلوب كانت أبرد من الخوف وأشد من نار الصيف. اصطفوا صفا كأنهم بنيان مرصوص، وما إن بدأ القتال حتى فتح الله عليه. انهارت جيوش الصليبيين، وأسر ملوكهم، وارتفعت راية الإسلام من جديد. وبعد شهور قليلة دخل صلاح الدين القدس، ولكنه لم ينتقم، بل دخلها كما دخلها عمر بن الخطاب، بالعدل لا بالدم. لم تحرق كنيسة، ولم يسفك دم راهب، ولم تكسر نافذة معبد. فما الذي أعاد القدس؟ هل كانت السيوف؟ هل كانت الخطط؟ ربما، ولكن السر الأعظم أن المسلمين مسوا خلافاتهم، وتذكروا قضيتهم. وحدة الصف كانت أقوى من كل جيوش الأرض. في حطين لم يكونوا يبحثون عن نصر يكتب، بل عن شرف يستعاد، وحتى نستحقه من جديد. فيا من تسمعني الآن، القصة لم تنتهي بعد. فكما ضاعت القدس يوم اختلفنا، ستعود يوم نجتمع. تسأل نفسك: متى نسمع الصوت مرة أخرى؟